احنا فاكرين ان الودن الموسيقية دي موهبة فقط، بس الحقيقة ان السمع في الموسيقى اكبر بكتير من كده. خليكم معايا عشان نفهم اكتر عن الموضوع ده. انا يور فويس كوتش دكتور نجوى ابراهيم. السمع ببساطة هو ان ودنك تفهم مش بس تسمع. عشان كده لازم نعرف ان السمع الموسيقي عبارة عن مزيج ما بين الموهبة والتدريب، يعني مهارة بتتصنع، والتدريب فيها أهم بكتير من إنها موهبة فقط، لأن الودن كل ما تمرنها على التعرف على النغمات كل ما تكون أقوى وأدق. الموضوع كله تدريب. خلينا نفهم شوية حاجات مع بعض عن السمع. السمع ليه أكتر من شكل. أول حاجة اسمها السمع المطلق أو البيرفكت بيتش، ودي إن الشخص يسمع أي نغمة ويقول اسم النغمة على طول، زي ما يسمع مثلا جرس باب أو كلاكس عربية أو عطسة ويقول اسم النغمة اللي سمعها بالفعل. ودي موهبة نادرة وحقيقي، دي ملهاش دعوة بالتدريب خالص، ودي حاجة من عند ربنا وموجودة تقريبا عند 1 من كل 10,000 بني آدم، ودي من أدق وأشهر التقديرات العلمية. زي موتسارت كده وهو طفل كان عنده السمع المطلق. بس عايزة أقول حاجة مهمة جدا، إن السمع المطلق مش بيعمل الموسيقي الشاطر ولا المغني الشاطر، ولا هي شرط للغنى الصح أو التأليف الصح إطلاقا. ونيجي هنا بقى للنوع التاني وهو السمع النسبي أو الريلاتيف بيتش، وده اللي أغلبنا كموسيقيين بيشتغل عليه وبيطوروا بالتدريب. وأشطر موسيقيين في مصر والوطن العربي وحتى في العالم عندهم سمع نسبي مش مطلق، وهو إنك تبقى عارف النغمة دي بره السلم الموسيقي أو المقام ولا لأ، وكمان تقدر تفرق العلاقة ما بين النغمات وبعضها. في نوع ثالث بقى وأخير وهو اسمه السمع الداخلي أو الانر هيرنج، وده إنك تسمع النغمة جواك وجوه دماغك قبل ما تنطقها أو تغنيها أو تعزفها حتى، يعني إنك تتخيل النغمة والصوت الصح قبل ما تغنيها. وأكبر وأعظم مثال على ده بيتهوفن ألف السيمفونية التاسعة، وهي من أعظم وأشهر السيمفونيات في تاريخ الموسيقى، وهو وقتها كان فائد السمع تقريبا، يعني هو ولا سامع الأوركسترا ولا سامع الآلات، هو سامع كل حاجة في دماغه بس. ده بقى اسمه السمع الداخلي، إنك متخيل وعارف وسامع النغمة من غير ما تحتاج تسمعها فعليا. ده بيدي ثقة وهدوء وبيخلي الأداء مظبوط من الأساس. من الآخر تدريب السمع مش رفاهية ولا حاجة جانبية، ده تدريب أساسي زي تدريب الصوت بالظبط. كل ما كان سمعك أحسن كل ما أدائك يطلع أدق وأوضح. السمع مش بس ودان، السمع تدريب ووعي وإحساس. باي.